بعض. انت تحكي على الفيصلي الاردني، على البارح، على هذيك البارح. اول حاجه انا خلينا من برهوم الشيء الوحيد اللي لازم نقولوه البرهوم وانه الترجي ارقى وارفع واسمى من اللي حكى عليه الكل. الترجي بالحكم غير حكم يفوز. هذه اول كلمه لازم. انا لو كنت في استوديو كنت نرجع له. ما تفلتوش لانه الترجي اقوى من الكل. اللي في الاستوديو ما رجعولوش وقعدوا يحكيوا على اساس ما نعرفش انا شو تونسيهم باللي مش تونسيهم كلهم مع بعض، شو يقولوا شو ما يقولوش ما يهمنيش. لكن انا اللي يهمني هو هذا، انه الترجي ما فازش لانه الحكم اعطاه هدف للترجي كان مفروض انه يلغى. لا، الترجي اقوى من الكل. يعني الترجي كان مفروض هو يفوز. من بعد نرجعوا اذا تحبوا كان ممكن يفوز احلى من هكا. كان ممكن الترجي ما يخليش نفسه الى اخر لحظه. كان ممكن عده اشياء فنيا بالنسبه للترجي. شنو قلت لي انت؟ شنو سؤالك كان؟ نسيت. انت على الفيصلي. شوف الفيصلي والله شوف انا نتذكر في وقت من الاوقات الفيصلي كنا نفوزوا عليه بالسبعه. والله ما نعرف، مرة فزنا عليه 7 صحيح وفزنا 4 وفزنا. هو تاريخه أسود مع الفرق التونسية. في البطولات العربية دائما هذه النتائج تحسن. صحيح ولا تحسن. عنده خليل هذاك اللاعب بن عطية، عنده لوكاس هذاك البولندي مشاكس شوية لكن زويد أكرم الزويد الرواشد الظهير الأيمن 3-4 لاعبين تحسنوا، لكن مش لدرجة وأنهم ينافسوا الترجي لأنهم غلطوا. النتيجة غلطتهم. ولما يكون فريق اللي ما عندوش خبرة كبيرة في البطولات العربية هذا اللي يصير هذا يصير له اللي صار البارح. وعيب معناتها أكبر عيب في حق الترجي، أكبر عيب في حق البطولة العربية أحبابنا وكرار والمدير الفريق. يضرب براس الحكم ومازال فوق الميدان. وقت التتويج موجود طلعوا صافي. وقت التتويج موجود. يعني وين الحكم الرابع؟ والحكم انا باش نوريك معناتها نهائي بطولة عربية فيها حكم من هذا النوع. يعني حكم المباراة قويت عليه وما كانتش قوية ياسر معناتها، وفي الاخر قويت عليه اكثر من اللازم معناتها. فهمت؟ مش هذا الموضوع. الفيصلي الأردني غلط على طول الخط. الفيصلي الأردني لابد أن يكون أولا يعتبر وصوله إلى النهائي هو في حد ذاته التتويج إنجاز. يلعب الوقت الإضافي مع الترجي إنجاز وإنجاز أكبر. فهمتني؟ هي النية كانت الوصول إلى ضربات الجزاء. أي بالضبط. يعني مشيت ولا جيت معناتها ضربات الجزاء. هو انت وصلت الوقت الاضافي مع الترجي. شو اللي مازلت تربح الترجي؟ لا معناتها شو معناتها في نية الفيصلي الاردني باش يربح الترجي. معناها اللي صار كله عيب معناتها بالنسبه للفيصلي الاردني واللاعبين والكل. لا يعني اللي قلقني هشام معناها هنا كل شيء قلق. ثم حاجه قلقت في برشا البارح وتبين عدم حرفيه جماعه ابو ظبي الرياضيه. معناها انت كنت تحكي على البيين واحد انا بيدي معناها شتان عبد الباقي انا انت تنجم تحكي اللي تحب على مع شكون. أمانة لا أنا اسألني على البيت. أنا قاعد نحكي على عدم حرفيتهم البارح من معد البرنامج، المخرج البرنامج، المقدم البرنامج للي في البرنامج الكل. تو كانوا يوفى الماتش يرجعوا بلاتو ديسكسيون تكنيك وبعد يمشيوا لفقرة التحكيم اللي هي أمور تعودنا بها كلنا معاه. البارح دوب ما رجع بعد الماتش مشى طول المبيولة شنو هو البونتو الثالث. معناها تحس أنه معناها لانتونسيون لانتونسيون ماهيش باهية. معناها انتونسيون تاع ناس تحب تنبر يا ولدي. راهو مش دورك انت اعلامي، انت اعلامي موجود لتصف وتحلل. انا عز عليا برشا واحد كيما خالد بيومي نهار اللي تحت الاهلي مش يبكي رغم انه اسماعيلاوي. خالد بيومي معروف ونعرفوا ريفاليتي بين الاسماعيلي والاهلي.
خالد بيومي يحب الاسماعيلي، ولد الاسماعيلي، وقت طاحت الاهلي عنده يبكي في البلاتو، عنده يبكي على مصر. بالنسبه لي القضيه ما عادش قضيه اهلي واسماعيلي. اذا كان تقول اهلي تقول مصر. هي افكتيفمون علاش العقليه هذه ما لازمش يقول فيها البيوم، يقول الاهلي اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي عربي، اعرق كذا اعرق، ويتهز ويتحط.